في تصريح لمرتضى منصور الراجل رئيس نادي وفاق سطيف عرض عليه اللاعب القندوسي ب500,000 دولار. راح جايب في الأسطورة قال له فرصة عمري 2 مليون دولار، بقى أنا لاعب ب15 مليون جنيه أشتري ب60 مليون جنيه. والحقيقة أن قيمة عقد اللاعب مع النادي الأهلي هو 1 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 30 مليون جنيه. وهذا ما وقع خلاف كلام المستشار مرتضى منصور في وفي كلامه على قناة الزمالك. أن مرتضى منصور عرض على نادي وفاق سطيف مبلغ أكبر من مبلغ النادي الأهلي بعد انتهاء الصفقة للنادي الأهلي لكي يجلب اللاعب أحمد القندوسي إلى نادي الزمالك. وسبب عدم مجيء القندوسي إلى نادي الزمالك هو قيمة العرض المقدمة من النادي الأهلي ورغبته في الانضمام للنادي الأهلي. فضلا عن الاحتراف كانت رغبته كبيرة الانضمام إلى زعيم أفريقيا والوطن العربي. وفي تصريحات أخرى لمرتضى منصور: عمرنا ما دخلنا على صفقات النادي الأهلي، وتاريخيا فاوض الزمالك أكثر من لاعب للأهلي أثناء مفاوضاته الأخيرة معه، مثل عبد الله السعيد وخالد قمر وأحمد دودار ومصطفى شلبي وآخرون، وهو أمر فعله الأهلي من قبل أيضا. وفي تصريح لمرتضى منصور: كلاتنبرج أنا ما جيتش ناحيته، وهاتلي فيديو أنا هاجمته فيه. مرتضى منصور هاجم كلاتنبرج ووصفه بالسكر والجنون وطلب منه العودة إلى بلده، مما جعل كلاتنبرج يشعر بالخطر على حياته، ووصفه بالشذوذ الجنسي، مما جعله وعد إليه من الخوف والهرب إلى بلاده. قد حصل مرتضى منصور هجوم إعلامي كبير، قد هاجمت زوجة المدير الفني لنادي الزمالك السابق فيريرا رئيس نادي الزمالك عبر الستوري على الانستجرام، وقالت إنه رجل متعطش للسلطة لا يريد الاكتفاء بالرئاسة بل يسعى للتدريب أيضا. مرتضى منصور ما كفاش كل الكلام ده، بل داير يشتم في خلق الله. اسمعوا بقى التسجيل اللي صادر، هو بيشتم في المذيعين على قنوات الزمالك. اه بس بيقولوا لي دلوقتي ان في عيل اسمه ابراهيم فايق خد مرتضى غسيل ومكوى. لو هو كده ما انا هاخد امه غسيل ومكوى. يا ابراهيم يا فايق هاخد امك غسيل ومكوى وهحكي لك من القناه اللي انت فيها. بلاش قله ادب، بلاش قله ادب، والله العظيم دي دعاره اعلاميه.